ومر القطار السريع يشق الطريق الطويل، وصحت سلامي إليك بلاد الربا والأصيل. مقتطفات من ديوان عاشق إريتريا للشاعر الراحل أحمد محمد سعد، الذي وافته المنية بحادث عربة في العام 1978. أنا باقي هنا أرضي وتاريخي وأمجادي، هنا جذري وميلادي، ولن أرضى بليل السجن في وطني. سلاح الحق إنشادي، أنا قدر وعاطفة تصب النار في خصمي وجلادي. أنا ماض إلى دربي، وإن مت سيحمي الدار أولادي. أنا رفض لدنيا اليأس والحزن، أنا نبض بجوف الأرض والجدران والنهر، أنا لحن من الأشواق والحلم، أنا طير حبيب الشمس والآفاق والشجر، أنا التيار في ثأري وفي غضبي. أنا ميلاد إنسان عدو الذل والأسوار والكبت، أنا آت مع الأمل بهذا الدرب، قد مروا كطوفان وبركان، هنا كتبوا على الأحجار وجداني، ولن أنفي شعاراتي وإيماني. يعانقني هوى وطني، يسلمني بطاقات تدس الوجد في قلبي، تدغدغني هنيهات من الذكرى، تصافحني وتحضنني. يطير الليل من حولي ويأتي الصبح نشوانا، أقبله وأحضنه إلى صدري. هوى وطني. فرحة اللقيا أطلي، فجر النور بعقلي، طال ليلي ورحيلي، في دياجير بعادي، عذب الشوق فؤادي. يا بلادي يا مواويل حنيني وعناقيد فؤادي، انقذيني من ضياعي أو أنيني، حيث سرت أو وقفت لا أبالي، يشعل الحب خيالي، رافع الرأس أغني كالكناري. إيه يا أغلى الأغاني، يا بلادي انقذيني. إيه يا أغلى الأغاني، أغنيات ذوبتها ارتعاشات ضياء في العصاري.